لي غارة برواحنا نفديك والله علينا. السلام عليكم ومرحبا بكم في شهيوات منار. الوصفه ديال اليوم خبيزات بالفرماج. هاد الخبيزات كيجيو زوينين بزاف وهشاش، يمكننا نديروهم لوليداتنا يديهم المدرسه اولا حنا نديرو بهم الكاسكروت. المقادير اللي غادي نحتاجو: عندي هنايا 400 غرام ديال الدقيق الفرص، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال سنيده، وعندي هنا الملح تقريبا معلقه هي صغيره، المهم الملح حسب الذوق. عندي 50 غرام ديال الفرماج الموزاريلا محكوك، 2 حبات ديال الفرماج، عندي 70 غرام ديال الزبده، 100 ملل ديال الحليب يكون دافي، وعندي تقريبا هنا كاس ديال العنبه ديال الماء تا هو دافي. وبالنسبه للتزيين انا هنا اختاريت السانوش، يمكن لكم تعوضوه بالجنجلان، بيضه، وعندي الفرماج محكوك تا هو موزاريلا. بسم الله وعلى بركه الله غادي نبداو. اول حاجه كنخلطوا هاد المقادير الناشفه كامله كما كتشوفوا. كندير واحد الحفره في الوسط، كنديروا فيها الفرماج الانواع ديالو بجوج بيهم، كنزيدوا حليب، وكنبقاو نخلطوا بيدينا، وحنا كنضيفوا الماء شويه بشويه. تقريبا عندي هنايا واحد 150 ملل ديال الماء. من بعد ما جمعت العجينه ديالي مزيان كما كتشوفوا، دابا كناخذوا ديك الكميه ديال الزبده كننزلوها قدامنا كلها في القصعه، وكنبقاو نضيفوا شويه بشويه وحنا كندلكو في العجينه حتى كندخلوها كامله. ودابا من بعد ما سالينا العجينه ديالنا كما شفتوا ودخلنا فيها الزبده كامله، انا هنا غادي نحتفظ بها وغنخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها تقريبا 20 دقيقه. ودابا من بعد ما تزت 20 دقيقه كناخذوا العجين ديالنا. اول حاجه ترشوا سطح العمل بشويه ديال الدقيق، تنديروا فيه العجين اللي عندنا، وكنحاولوا نقطعوه خبيزات صغيورين بحال هذا الحجم هكا، لانهم مازال غادي يخمروا، من الاحسن نديرهم شويه صغارين. من بعد ما كنقطعوهم كنقبطوهم تنبقاو نلويهم بهذه الطريقه هكا بحال اللي كنديروا البريوش. حنا تنديروا شويه ديال الطحين، ماشي بزاف، شويه، وتنحطوهم في واحد الصينيه.
كما شفتوا بحال هكا. حتى كنسالي هادشي اللي عندي كامل. من بعد ما سالينا تكوار ديال الخبيزات ديالنا، دابا غادي نخليوهم، غادي نغطيوهم وغادي نخليوهم يخمروا تقريبا حتى كيضاعف الحجم ديالهم مزيان. وإلا كنتم مزروبين كتقبضوا الفران كتشعلوه حتى كيسخن وكتطفيوه، ومن بعد كديروهم تما مده ديال 10 ديال 15 دقيقه تيكونوا خمروا، وندوزو باش نكملوا الوصفه ديالنا. ودابا من بعد ما ضاعف العجين ديالنا كما كتشوفوا خمر مزيان، عندي هنايا كما شفتوا مقادير ديال التزيين. اول حاجه غادي نبداو بسم الله. تناخذ واحد شويه ديال الدقيق، كنحاول ناخذ داك الخبيزات اللي خمروا كما شفتوا، ما تخرجولهمش الخميره. كتاخذوا واحد القطيب ديال الكباب وكتبركوه في الوسط، ولكن ما توصلوش للتالي. وتنحاول نهزها غير بشويه وكنرشحها لبلاصتها. غنولي نعاود لكم. في الوسط كنبرك غير شويه ماشي بزاف، وكنهزها مجموعه هكا. دابا من بعد ما سالينا كنوليو ندهنوهم بالبيض، ندهنوهم. كنحاولوا ندخلوا الشيته لداخل هذيك البليصه اللي قسمناها. وهذيك البلاصه اللي عندنا خاويه اللي حفرناها كنحاولوا نعمروها بالفرماج كما كتشوفوا بحال هذا الشكل هكا. وهاد الجنيبات هادو كندردر عليهم شويه ديال السانوج. يمكن لكم تخليوهم بلاش الا كانوا الوليدات ما كيبغيوش. الخبيزات ديالنا كما شفتوا من بعد ما دهناهم ودرنا فيهم الفرماج كنديروهم في الفران اللي راني شاعله كيسخن مزيان. كنديروا العافيه من التحت حتى كيطلعوا، ومن بعد كنهبطوهم يتحمروا شويه. الخبيزات ديالنا كما شفتوا بالفرماج راه حنا وجدناهم، كيجيو لذاذ بزاف وهشاش. كنتمنى تجربوهم لانكم الا جربتوهم المره الاولى ما غتستغناوش عليهم. هانتوما كما كتشوفوا تيجيو رطب بزاف ولذاذ. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وبارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله، وشكرا على المتابعه.